ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهاردة للناس اللي بتحب الفراخ المشوية وتكون محشية كده رز او فريك. المرة دي هنعملها بالرز. هيطلع معانا تسويته حلوة قوي، مش معجن ومش ناشف مننا خالص، وتسويته ممتازة، واللحمة بتدوب كده في بقنا بتاعت الفراخ. إيه، لو كنتم جداد يا ريت متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب عشان يوصل لكم بعد كده كل وصفاتي الجديدة. ويلا بينا عشان نبتدي الفيديو على طول. هجيب حلة واحط فيها شوية زيت كويسين حلوين كده، كمية كويسة يعني، وعليهم بصلتين متخرطين كويس، بصلتين وسط او بصله كبيره. انا ما كانش عندي هنا بصل علشان اعمله يعني، بس كان عندي بصل كنت مفرزناه يعني، حطاه مجمد، فهحط مقدار بصله كبيره. هبدا بقى اقلبه كويس لغايه ما يتشوح. اول ما يبقى اللون مدي على ذهبي كده شويه، انا هعرف كده ان البصل عندي بقى مستوي كويس. اول ما يبقى يعني على ذهبي كده مصفر، هكون محضره كوبايه رز مغسوله. الفرخه بتاعتي كانت كيلو 500 يعني، كيلو ونص. خدت معايا كوباية رز كويسة يعني، وعليهم البصلة المشوحة. هحط الرز بقى والبصل واقعد اشوح فيهم، واديهم شوية فلفل كويسين علشان الفراخ المحشية بتحب الفلفل. هنحط فلفل وهنحط ملح، واظبط الملح بتاعي وابدا احط المية. هكون غالية مية تقريبا مقدار كوباية برضو زي الرز اللي انا حاطاه، مش هنزود خالص يعني. المية تكون مقدارها وسط الرز، يعني الميه بسوى الرز بالظبط، مش هتبقى اعلى من الرز خالص ولا اقل، علشان يبقى 3/4 سوا او نص سوا كده. وهو كده كده هيكمل تسويته في الفراخ جوه. ده شكل الرز بعد ما استوى، هو كده شكله حلو مفلفل معايا، مش معجن خالص. وبس مش مستوي، هو 3/4 سوا او نص سوا، وكده كده هيكمل التسويه بتاعته في الفراخ. حضرت الفرخه بتاعتي بقى كويس، وكنت غسلاها وحطاها في محلول النقع بتاعها عشان ما يبقاش فيها اي زفاره، وشلت منها اي زفاره. محلول النقع لتر ميه بارد او ساقع، وعليه 3 معالق سكر و3 معالق ملح وشرايح ليمون، بيشيل مننا الزفاره خالص بتاعت الفراخ. هبدا بقى ابهر الفراخ بتاعتي كويس. حطيت عليها معلقه فلفل ومعلقه هحط عليها ملح. هبهر زي ما هبهر الفراخ من بره، هبهرها من جوه كمان، زي يعني المكان اللي هحط فيه الرز يكون واخد من التتبيله اللي انا هتبل بيها الفراخ من بره. حطيت عليها معلقه فلفل حلوه كده كويسه يعني زي ما شفتوا، وحطيت عليها الملح. هحط عليها بقى معلقتين زيت، او لو عندي البخاخه هرش الفرخه كده من بره ومن جوه علشان تديني القرشه اللي احنا بنبقى عايزينها. المقرمشه اللي بره دي بتبقى متحمره حاجه حلوه كده كانها مشويه زي ما بنجيبها من بره، فاديتها الرشه بتاعت الزيت ديت، وبره وجوه برضو عشان تبقى التتبيله شرباها من قلب الفراخ. برضو اديتها معلقه بابريكا صغيره كمان، بتبقى حلوه قوي البابريكا المدخنه او البابريكا العاديه. هعمل بقى للفراخ مساج كويس قوي، خصوصا ان انا مش هحط الفراخ في التلاجة، مش هحطها ومش هتقعد معايا في التتبيله شويه، لان الوصفه دي وصفه سريعه شويه. حطيت معلقه كاتشب برضو علشان تديني الطبقه المقرمشه اللي بره دي، وبتبقى حاجه طريه في نفس الوقت ومقرمشه يعني، ميكس كده مش مفهوم بس بيبقى حلو. هعمل لها مساج كويس قوي. زي ما قلنا ان احنا التتبيله دي مش هتحط في تلاجة، دي تتبيله سريعه للفراخ المشويه فبتخلص معايا على طول. هحط الحشوه بتاعه الرز بتاعتي كويس قوي وفي الجوانب وفي كل حته، وابدا اكتف الفرخه بتاعتي زي ما بنكتف الحمام او اي تكتيفه بنكتف الطيور بتاعت بيها الحمام والبط وكده. بيبقى في فتحه تحت في الفراخ، بتبقى كده كده جايه من بتاع اللي بينظف الفراخ يعني، الفرارجي هو بيبقى مظبطها. بنحط فيها الرجول بتاعه الفراخ، وعلشان ابقى متاكده كويس قوي من ان الفراخ رجليها مش هتفك او الشكل اللي انا عايزاه هيبوظ، ممكن اقفلها بخله واربطها بخله يعني وكده. وعشان برضو ما الدنيا ما تبصي رز بس، هو يعني الوصفه دي مش هيطلع منك رز على ضمانتي، مش هيطلع منها رز خالص، ولا هتفرقع ولا اي حاجه. ممكن اربطها بخيط كوتون برليه او دباره، اللي هو الخيط العادي بتاعنا ده. انا هنا استخدمت الخيط الكوتون برليه، بيبقى حلو وما بيبقاش فيه مشكله خالص. هشيل الرز من عليها بقى لو في اي زوائد رز او كده، وهجيب الخيط الكوتون برليه وابدا اربط رجليها كويس في الفتحه. ادي الخيط الكوتون برليه. هبدا بقى اربط الفراخ كويس علشان ما تفكش مني، وعلشان تبقى مربوطه ربطه حلوه كده زي ما بنجيب الفراخ من بره بتبقى بتبقى جاهزه. هجيب بقى اكياس الشوي.
اكياس الشوي دي بتبقى ليها كذا مقاس. انا كنت مستخدمه الاكياس الكبيره، في الاكياس الوسط بتاعه الفراخ. الاكياس الكبيره اللي انا استخدمتها دي بتبقى اصلا مخصصه للبط، لو دي كرومي او كميه كبيره يعني للحوم او سمك كبير، فبتبقى الكميات الاكبر. بس انا استخدمتها في الفراخ المره دي، يعني بتبقى تسويتها احسن ساعات من الاكياس الوسط. هجيب بقى طاسه كبيره، مش طاسه معلش، هجيب صينيه كبيره، ودي اللي هسوي بقى فيها الفراخ. صينيه تكون مقدارها حلو يعني، مش صغيره، وتكون حيطتها عاليه علشان انا هحط فيها ميه سخنه، فتبقى حيطتها عاليه عشان تبقى واخده مقدار الميه السخنه اللي انا هحطه. واهم حاجه الميه اللي هنحطها تكون ميه سخنه علشان تستوي معانا الفراخ على طول، ما تاخدش فتره كبيره في السوا جوه في الفرن. هحط الفراخ كويس، واهم حاجه الكيس ما يبقاش لازق في الجلد. هحط عليها كمان مغرفتين ميه كده علشان الرز يستوي معايا. مغرفتين ميه يعني تقريبا نص كوبايه ميه لو بالمقدار يعني. هنحطها في الفرن، وكل ما احس ان الميه هتبدا تقل معايا لازم ازودها تاني من الكاتل او الغلايه، لان هي دي اللي هتسوينا. دخلت الفرن على درجه حراره 200 تقريبا 220، وخدت معايا ساعه و10 دقايق في التسويه، وكانت مستويه. لو الفرن عندك هادي ممكن تقعديها لغايه ساعه وربع عادي، وهتطلع مستويه وكويسه وزي الفل، لان كده كده اصلا الكيس الحراري بيسوي كويس يعني وفي وقت اقل، وبتبقى هي حجمها صغير يعني، فبتستوي معاكي على طول. هفتح بقى الكيس وبالهنا والشفا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو عايزين اي وصفات تانية جديده ممكن تكتبوها لي تحت في الكومنت، واشوف وشكم على خير ان شاء الله، واشوفكم في فيديوهات جايه تانية كتير.